قول لي كده يا مدير، لو انت بتعاني من صداع وعالجته بقرص بنادول، هل ده معناه ان الصداع مش هيتكرر بكره او بعده؟ لا، هيتكرر. ليه؟ لان انت عالجت العرض مش السبب الجذري، وده بالظبط اللي بيحصل معاك في مشاكل الاداره، وخصوصا في التواصل ما بينك وما بين الفريق. لو التواصل ده اتقطع وحسيت ان في حد من الفريق مبقاش بيتكلم معاك زي الاول، او بيتخطاك وبيطلع للمدير اللي فوقيك، فانت لازم تقف وقفه مع نفسك وتعرف العرض ده ايه السبب الجذري بتاعه. وتعالى لي كده يا مدير لما اقولك ان بنسبه 90% السبب الجذري للعرض ده هو اللي انت ما عندكش مهاره الاكتيف ليسننج. يعني الموظف ده زمان كان بيتكلم معاك، كان بيقولك على مشاكله، كان بيطلب منك حلول او اراء، لكن كان بيلاقي منك رد فعل من اتنين: يا اما ربنا يسهل، هبقى اشوف، طب اشتغل بس دلوقتي وربنا يحلها، او رد الفعل التاني انك تقول له طب انا هحاول احلها وارجع لك في الموضوع ده، وما بترجعش. فالموظف ده كده من الاخر بقى بيقول ان الكلام معاك ما منوش فايده، لانك ولا هتسمعه كويس ولا هترجع له بحل. فخطوه عمليه تقدر تعملها من النهارده: اقعد مع الموظف ده واعترف له اللي انت فعلا ما كنتش بتسمعه كويس، واللي انت ما كنتش بتحل مشاكله زي ما المفروض انها تتحل، وابدا معاه صفحه جديده، وركز انك تنفذ الاكتيف ليسننج، الاستماع النشط، زي ما انت بتحب ان الناس تسمعك وتبقى مركزه معاك بكل حواسها وفعلا تعيد الكلام بتاعك وتتناقش معاك بشكل عميق مش بشكل سطحي. انت كمان اعمل كده مع الموظف، علشان يا مدير الصداع يروح تماما.